مرسى، في المسبح البلدي للمرسى. هذا المسبح كان يبعد على المنزل متاعي 15 دقيقة. بدايتي كانت معناتها متابعة لبداية اخوتي أنس ومؤنس اللي هما أكبر مني في السن. ومن بعد شوية تمارين، شوية سباقات، واحد تغرم بالسباحة وتغرم بالرياضة هذه، ووليت أكثر منها احتراف من هواية. وكما شفتوا يعني بعد المرسى التحقت في المنزه بالمعهد الرياضي التونسي، وبعدها مشيت لفرنسا وتوا في الولايات المتحدة. يعني مسيرة اختلفت فيها الأماكن التمارين واختلفت فيها الممرنين، والحمد لله يعني وصلنا للمستوى هذا. حكاية أسامة الملولي مع التألق والنجاح حكاية تحدي من نوع خاص. انطلقت في تونس عندما نزل أسامة للمسبح وهو لم يكمل سنته الثانية، لتتواصل في الولايات المتحدة الأمريكية، أين يدرس السباح الشاب بأحد جامعات لوس أنجلوس، ويتدرب يوميا واضعا نصب عينيه أن تفوقه الرياضي يمر عبر تفوقه في الدراسة، لذا كان الامتياز مضاعفا بالنسبة للملولي. أولويتي في الدنيا هذه دراستي قبل، والحمد لله يعني هو بروجرام يعني شارجي ياسر، معبي 5 ساعات تمارين وساعات الدراسة، ولكن كما قلت لك لازم تكون العقلية موجودة والجدية موجودة باش واحد ينجم يوفق ما بين الاثنين. تألق أسامة في بطولة العالم الأخيرة زاد في فتح شهية قرش المتوسط للألقاب، ليبدأ من الآن في رسم الخطة المثلى للصعود على منصة التتويج في الأولمبياد المقبلة ببكين الصينية. وإن شاء الله ألعاب الأولمبية 2008 كما قلت أسامة الملولي يكون حاضر على المستوى البدني والمعنوي، باش يكون في التوب نتاعو وباش يقدم مردود طيب، خاطر السباحة كما تشوفوا الأرقام القياسية العالمية قاعدة تقدم، معناتها ولاد جدد طالعين، معناتها كل سباق معناتها عنده كارو وعنده وزنه، وإن شاء الله أسامة الملولي يكون حاضر. تابعنا إذن هذا التقرير في منزل أسامة، واضح عشق السباحة عن طريق المسبح الموجود في المنزل. أعود من جديد إلى تونس مع شقيق أسامة أنس. شاهدنا هذه اللقطات في المنزل وشاهدنا أسامة يسبح مع أشقائه ويقولون أنت الأضعف بينهم، يعني خبزة بالتونسي. اي انا الاضعف، هذا ما تقصد ان الاضعف في السباحه يعني الكعبه لا بيناتهم. اي بالطبع الاضعف، اي كعبه لا، انا الاضعف في السباحه صحيح. انا بصفتي غادرت السباحه مبكر، بصفتي معناتها طبيب وباشرت ماك تعرف دراستي معناتها في الطب، ولذلك ما نجمتش نواصل في المستوى اللي كنت عليه في عمر أسامة، ولذلك ما وصلتش في المستوى هذاك. لا يهم، اعتقد أسامة عوضك وعوض كل العرب بهذا الإنجاز الكبير بالذهبية المميزة اليوم. الحمد لله الحمد لله. أنا بس كنت عايز أسأله على الدورانات وعلى الظهر. يا أنس يعني إحنا عارفين 1500 متر فيها 29 دوران، مع الإصابة الظهر اللي هي سبقت دورة بكين بالنسبة لأسامة، ما كانش